كل ما تحس نفسك فقر. تعال اسمع هاي القصة. طبعا مقدما احب اقول لكم اني ولأول مرة رسبت سنة. يب، رسبت سنة. وانا مو هذا الشيء اللي مضوجني، لا، الشيء الوحيد اللي مضوجني هو حظي بالامتحانات الشهرية. تعالوا سمعوا. طبعا احسن شيء لطالب اللي عايد سنة هو انه فاهم المواد، ما يحتاج يقرا رسم بس يراجعهن، وهذا الرسوب سهل عليه حياتي الدراسية. بس انا ما راضي طبعا. الزبدة انا اول ما اجت الامتحانات الشهرية انا كيفت، لان المادة راح تكون سهلة. المهم مرت الحياة وبعدين انصدم بالدرجات. انا مو كل المواد راسب بيهن، لا، اكو مواد ناجح بيهن ودرجات زينة والحمد لله. بس اللي قارني المواد الراسب بيهن كلهن راسبين على الحافة. يعني على سبيل المثال قواعد الشهر الاول ماخذ بيه 14 من 30. تفضل شوف الحظ، يعني اقعد بعد درجة واحدة وانجح. ونفس الشيء بالاحياء ماخذ 41 من 100. استدرك راح تقول تعال اوقف، ترى 41 بعد هواي يصير 50 بعد 9 درجات. حبيبي الغالي وانا ما راح اقول لك انا عندي يومي، عندي اثنين مو واحد. يدري هاجر الاورا وين راحوا شاف اثنيناتهم ام الاحياء سجلتهن قدامي بالسجل، ادري وين راحن بلعتهن. والانجليزي ما اسولف لك ماخذ 31 من 70، يعني بعد لي 4 درجات. والانشاء انا كاتبه كامل ونصا، يعني اقل شيء نقصنا عليه 5 درجات، هو الاهبل منقصنا عليه 10 درجات. ليش؟ يعني لو ضايف ويل 10 4 درجات كان نجحت. المهم انا ما بيدي شيء غير بس اصلحهم بالشهريات وامري لله. راح اشد الحيل واحسن درجات واجيب الاعفاء، وبعدين اقول منو هذا الاعفاء؟ اعرفه يعرفني؟ لا اتشاقى ان شاء الله اجيب اعفاء.